السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. هنعمل النهاردة وصفة تستاهل يتعمل لها فيديو لوحده. الرز بلبن. بمناسبة ان احنا في شعبان، انا بحب اعمل الرز بلبن دايما في شعبان. كل سنة وانتم طيبين. تنعاد عليكم يا رب الايام بالخير. ورمضان كريم، رمضان قرب، احلى ايام في السنة كلها. الرز بلبن بجد من اسهل الوصفات اللي ممكن تتعمل في البيت. ما تشتريش رز بلبن من بره. انت بعد الفيديو ده ان شاء الله ان شاء الله عمرك ما هتشتري رز بلبن من بره ابدا. هقولك ازاي تعملي رز بلبن بالقوام اللي انت شايفاه ده. قوام كريمي تحفة جدا جدا. يعني طعمه مش هتصدقي ان ده معمول في البيت. انت لما هتعمليه في البيت مش هتصدقي ان انت اللي عاملاه بايديكي. نعمل كل حاجة في البيت يا جماعة. بلاش كل شوية نشتريها ونستسهل ان احنا نشتري من بره، وان احنا نجيب كل حاجة من بره. الحاجات اللي نقدر نعملها في البيت نعملها وبأقل الامكانيات. هنستعمل حاجات في الفيديو النهاردة، وهقولك ان انتي ممكن تبدليها بحاجات تانية او ما تستعمليهاش خالص، ومش هتفرق خالص لو مستعملتيهاش، ولا هتقلل جودة المنتج اللي انتي بتعمليه. بجد مشروع حلو جدا. بتعملي الرز بلبن في البيت كأنك بالظبط جايباه من احلى محل في مصر كلها، وانت اللي عاملاه في البيت وبايدك يا ست الكل. شوفي يا ستي، الرز بلبن سهل وبسيط وليه طريقتين. النهاردة هنعمله بطريقة هتضمني 100% ان الرزاية هتطلع معاكي مستوية ومنفوشة وحلوة ومش متكسرة ولا اي حاجة خالص. اي رز عندك استعمليه، بس اغسليه كويس جدا جدا جدا، علشان احنا هنستعمل نشا. ويفضل ان الرز يتنقى ويتغسل كويس علشان الرز بلبن يطلع معاكي لونه ابيض وجميل وفاتح كده. لو ما اتغسلش هتحسي شويه ان هو لونه مصفر او مش رايق، يعني راكد كده. تمام. يبقى هنقول النهارده اسرار هتطلع لك الرز بلبن تحفه وجميل وكريمي، وكأنك بتاكلي يعني كريمه او قشطه. وهتعمليه بطريقة سهلة جدا جدا، ومش هتبطلي تعمليه في البيت. شايفين الكرمشة؟ الوش المكرمش ده اظن يعني اشهر من نار على العلم. هتعمليه في بيتك وبايدك، وولادك وضيوفك هينبهروا بيه جدا جدا. انا عارفه ان ناس كتير جدا بتعمل الرز بلبن في البيت، وان هو سهل جدا، وان هو ما يستاهلش انه يتعمل له فيديو. بس انا بالنسبه لي الرز بلبن يستاهل يتعمل له فيديو، خصوصا انه يطلع بالمنظر الجميل التحفه ده. الواحد مش بيشكر في نفسه والله، بس فعلا لو اتبعنا خطوات معينة كده وبسيطة هتطلعي احلى رز بلبن كلتيه في حياتك. انا بعمل كوباية رز على 2 كيلو لبن بقشطتهم. اوعي تستغربي ان اللبن كتير، اللبن مش كتير ابدا. الرزاية حلوة وهتنفش معاكي، وهتطلعي الكمية اللي انت شايفاها دي كلها من 2 كيلو لبن. يلا بينا نقول المقادير. انا معايا كوباية رز مغسول كويس جدا. مغسول كويس جدا، انا بعيد اهو. مغسول كويس جدا ومتصفي. هحطه في حله كبيره على النار، وهحط عليه كوبايتين ميه. كوبايتين ميه على كوبايه رز. وبعد كده اول ما هيغلي هوطي عليه توطيه الرز العادي، وهسويه كانك بتسوي رز عادي خالص. هتحسي انه معجن، ولا يهمك، مش معجن ولا حاجه. اوعي تخافي ابدا ابدا. هنقلب. هنشيل الغطا كده، يعني الحمد لله ربنا حفظنا من البخار. هنشيل الغطا بالراحة، وهنقلب الرز. هو كده مش معجن على فكرة، اوعي تفتكري ان هو عجن وباظ منك. هو كده استوى صح. تمام. طيب في الخطوة دي في ناس بتسوي الرز في اللبن وتسيبه ساعة او 2. انا الصراحة ما بحبش كده، بيبقى الرز مش مستوي كويس، وتحسي كده ان هو بيقرش تحت ضرسك. لكن الطريقة دي بجد بتضمني ان انت الرز معاكي استوى كويس جدا جدا. خلاص الرز استوى واتاكدت ان هو استوى تمام، ودوست كده على الرزايه لقيتها استوت في ايديا. بحط على كوبايه الرز اللي استوت في كوبايتين ميه 2 كيلو لبن بقشطتهم. والقشطه مهمه جدا جدا في المرحله دي، لان هي بتديلي طبعا غنى، وبتديلي سمك كويس جدا، وبتديلي قوام رائع جدا. فبحط ال2 كيلو لبن بتاعي بالقشطه بتاعتهم. واتمنى يعني ان انت تستعملي في الرز بلبن لبن جاموسي، عشان القشطه بتاعتهم بتبقى روعه. تمام. ال2 كيلو لبن بياخدوا ايه؟ لكل كوبايه لبن معلقه سكر مليانه. يعني هتحطي كوب الا ربع سكر على 2 كيلو لبن. هتقولي لي ايه ده السكر قليل كده. حطي يا ست كل كوبايه كامله، لكن انا هحط مكون هيعادل لي كميه السكر، فهيبقى السكر معايا مظبوط. مش هحتاج اكتر من كوب الا ربع سكر فقط. تمام.
هنقول تاني واحنا بنقلب بالراحة، والسر في ان الرز بلبن يطلع معاكي حلو جدا وكويس جدا ومش شايط ومش لازق، انك طول ما انت شغالة في الرز بلبن انت ايدك فيه، مش بتسيبيه ابدا، على طول بتقلبيه. يبقى كوباية رز مصري مغسول متصفي سويته في 2 كوب مية، وطيت عليه توطية الرز العادية، وبعد كده نزلت عليه ب2 كيلو لبن بقشطتهم، وبعد كده اول ما اللبن سخن نزلت عليه بكوب الا ربع سكر. لكل كوباية لبن معلقة سكر مليانة. عايزة تحطي كوباية سكر على ال2 كيلو لبن براحتك، بس انا هنا حطيت كوب الا ربع سكر عشان انا هحط مكون مسكر اللي هو هتشوفوه دلوقتي هيعادل لي السكر. هحط 2 باكت كريم شانتيه بسكر، هحط 2 باكت كريم شانتيه دريم بسكر. عندك كريم شانتيه سايب حطيه، ما عندكيش ما تحطيش خالص، مش مهم، المكون ده مش اساسي. هيطلع لك برضو الرز بلبن كريمي عشان انت حاطه اللبن بخيره، حاطه اللبن بقشطته. انا هنا حطيت الكريم شانتيه عشان ازوده غناوه وازوده قوام كريمي وما ازودش النشا في الاخر، وهقول لك ليه مش هزود النشا. يبقى انا هنا حطيت الكريم شانتيه المسكر مع كميه السكر اللي احنا حطيناها، فكده تم التعادل خلاص، مش هزود سكر تاني، وهيطلع السكر مظبوط بالملي، وهتدوقي بنفسك وهتعرفي لما ان شاء الله تعمليه. طيب انا هنا لما زودت الكريم شانتيه، طبعا النار يا جماعه هاديه متوسطه، لا عاليه ولا منخفضه خالص، النار متوسطه، وايديا على طول في الرز بلبن بقلب. انا هنا دوبت الكريم شانتيه كله وبفضل اقلب، الاستمرارية في التقليب هو ده السر يا جماعة. هتلاحظوا معايا، انا هوريكم كذا مرحلة، هتلاحظوا معايا ان الرز بلبن بيبدأ يتقل لوحده من غير ما ازود نشا، ده من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه هنا عمل لي قوام كريمي للرز بلبن، وكمان عديت نص مرحلة التسوية خلاص. يبقى انا كده الرز بلبن استوى، الكريم شانتيه والقشطة اللي حطيناها في الاول ادتني قوام كريمي. بصوا المعلقة كأنك عاملة حاطة كريمة بالظبط. طيب تمام، لازم نحط نشا. هحط نشا قد ايه؟ المفروض ان كل كوبايه لبن بتاخد معلقه نشا ممسوحه، بس انا عشان حاطه كريم شانتيه هحط 3 معالق صغيرين هرميين على كوبايه الا ربع لبن او كوبايه الا ربع ميه، براحتك خالص. انا هنا كنت مستعمله ميه عاديه خالص، حطيت عليها كمية النشا وقلبت، وهنزل بالنشا على الكلام الحلو الجميل ده. شايفين القشطة اللي حصلت دلوقتي فوق الوش؟ شايفين؟ هي دي بقى يا جماعة السر. الرز بلبن هيطلع معاكي كريمي، وتحسي كده ان هو انت بتاكلي كريمة، بتاكلي قشطة من كتر ما هو ما شاء الله غني بجد. تمام. يبقى انا كده تمام، كده خلصت المراحل كلها بتاعتي. ما اخدش مني ساعه، انا عملته تقريبا في نص ساعه لانه فعلا ما بياخدش وقت. اخر مرحله معايا وهي مرحله الفانيليا. انا هنا حطيت الفانيليا في اخر مرحله، الرز بلبن خالص ما بحطش الفانيليا في الاول عشان الفانيليا ريحتها بتطير بسرعه، فانا بحطها في الاخر خالص، وبقلب تقليبه وغلوه وبقفل وبسيبه يبرد شويه، وبغرفه وهو سخن وكل حاجه، بس مش سخن قوي. يعني مش بقفل النار واغرف، لا، بقفل النار واقعد اقلب بس فيه كده شويه علشان يتماسك شويه، وبعد كده اقوم غرفاه في الكاسات او في الكوبايات. خلاص تمام. يبقى هنعيد مع بعض تاني المقادير. كوباية رز مصري مغسول ومتصفي بحطه في حلة كبيرة أو حلة متوسطة، تمام. بحط عليه كوبايتين مية عادية خالص، أول ما بيغلوا بوطي النار كأنك بتسوي رز عادي خالص لحد ما يستوي معايا. وأول ما يستوي معايا وأقلب كده وأحس إنه خلاص الرز استوت، بنزل على كوباية الرز ب2 كيلو لبن بقشطتهم، 2 كيلو لبن بقشطتهم. بنزل على الرز انزل اللبن على الرز واقلب، افضل اقلب. النار بتبقى متوسطة، لا عالية ولا هادية خالص، النار بتبقى متوسطة، وايديا في الرز بلبن على طول بفضل اقلب فيه لحد اخر لحظة لما بطفي عليه. تمام تمام. اول ما يبدأ يغلي معايا بحط كوبايه الا ربع سكر. عايز تحطي كوبايه كامله حطي، لو مش هتحطي كريم شانتيه حطي كوبايه سكر على ال2 كيلو لبن، لكن انا علشان هحط كريم شانتيه فمش هحط اكتر من كوبايه الا ربع سكر فقط. واقلب السكر كويس جدا واتاكد ان هو داب، ومع الغلوه الاولانيه ببدا اضيف 2 ظرف كريم شانتيه بسكر، او بحط 4 معالق كبار.
انا هنا بقول لك اقتراح انك يا اما تحطي جوز هند، يا اما تحطي قرفه، يا اما تحطي الاتنين مع بعض. عندك زبيب حطي، عندك مكسرات حطي، ما عندكيش حاجه خالص مش لازم. هو الرز بلبن كده بيتاكل لوحده بجد تحفه، وطعمه جميل جدا 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 فعلا يعني، مش محتاج اي اضافات. تمام. فالتزيين ده اختياري، عايزه تعمليه اعمليه، مش عايزه مش هيأثر في اي حاجه خالص. خلاص. بعد ما حطيت الكريم شانتيه دوبته كويس جدا جدا، هيبدأ معايا القوام يتقل شوية ويبقى كريمي. هنا الرز بلبن تاني يوم الصبح، شايفين الكرمشة؟ هو ده المطلوب، هو ده اللي انا عايزاه. كرمشة وش رز بلبن ده دليل على ان الرز بلبن بتاعك معمول صح، بطريقة مظبوطة. القوام تحفة ما شاء الله لا قوة الا بالله. ولحد تاني يوم بجد يعني مش قادرة اقولك هو خلص اصلا تاني يوم. اللهم بارك. الوش مكرمش، هو ده الوش اللي احنا عايزينه للرز بلبن. الطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا ومش محتاجة تعقيدات. بعد ما بحط الكريم شانتيه بدوبه، واول ما يغلي بجيب الكوباية وبحط عليها النشا بتاعي، ادوب النشا وانزل عليه كل ده على نار متوسطة، وايديا في الرز بلبن بقلب مش بسيبه ابدا. واخر حاجة بحطها الفانيليا واغليه وخلاص يغلي يعني خلاص، واتأكدت ان هو تمام كله تمام، بسيبه بقى يهدى شوية واقوم مغرفاه. وكل سنة وانتم طيبين. اتمنى الطريقة تعجبكم وتجربوها. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله.